هي دي الأكلة اللي ما يتشبعش منها. شوية محشي كرنب معمولين بتتبيلة بسيطة خطيرة مخلية طعم المحشي في حتة تانية. عملنا تسبيكة المحشي عبارة عن بصلتين كبار في سمنة أو زيت، شوحتهم كويس لحد ما أخدوا معايا اللون الذهبي الخفيف. نزلت عليهم بمعلقتين صلصة كبار، شوحتها تشويحتين واديتهم عصير الطماطم وسبتهم يتسبكوا لحد ما بقيوا معايا بالشكل الجميل ده. وعلشان المحشي يطلع معاكي ناجح مفلفل مش معجن، لازم الصلصة تنشف خالص من اي مية فيها. هنحط اضافة بسيطة لخلطة المحشي هتخليه طعمه في حتة تانية. بصلاية مبشورة، قرن فلفل احمر حامي او بارد زي ما تحبي، ندعكهم بملح وفلفل بالشكل ده وهضيفهم على خلطة المحشي. هضيف الخضرة شبت وكزبرة وبقدونس، 3 كوبايات من الرز المصري المغسول ومتصفي كويس من المية، وكمية الرز ترجع لكمية المحشي اللي حضرتك هتعمليها. هضيف البهارات اللي هتطعم المحشي، معلقة ملح كبيرة، معلقة فلفل اسود صغيرة، معلقة كمون كبيرة، رشة سكر، معلقة كبيرة من بهارات المحشي، معلقة بابريكا، معلقة صغيرة من الشطة ودي اختياري، معلقتين كبار من الزيت. هقلب كل المكونات دي مع بعض. جهزنا كده خلطة المحشي. ده كرنب احنا مفرزينه. هلف كل كمية المحشي وارصها على صينية بالشكل ده. هجيبه من صدور الفراخ المتقطعة شرايح عريضة بالشكل ده ومحملة شوية مش رفيعة. هتبلها ملح وفلفل وبهارات فراخ وبابريكا، وفي صينية على النار تسخن كويس معايا هحط فيها معلقتين زيت على معلقة سمنة واديهم صدمة. اخدت معايا الفراخ اللون الجميل ده هقلبها، اديها اللون ذهبي حلو من الجنبين. بعد ما اخدت الفراخ كده اللون الذهبي الجميل كده من الجنبين، هنطفي عليها النار وفي نفس الصينية هركن كده الفراخ على جنب. هنزل بشوية من شرايح الطماطم والبصل، هنزل بالمحشي اللي لفيناه كله هرصه عليهم بالشكل ده. احط قرنين فلفل كده لان الفلفل بيحلي اي محشي. عملت خلطة حلوة من مرقة الخضروات مع مية مغلية، معلقتين صلصة وملح وفلفل، وهسقي بيه المحشي لحد السطر اللي قبل الاخير. بدأ يغلي معايا المحشي بالشكل ده، هغطيه واسيبه لمدة 10 دقايق يبدأ يتشرب. ههدي عليه النار واسيبه لحد ما يستوي. ده شكل صينية المحشي بتاعتنا بعد ما استوت. دخلتها الفرن اخر ربع ساعة